تلون بالاصفر بيكلمه وبيقول له ان هو كان السبب في مرضه وكمان المتسبب الرئيسي في وفاته، وعلشان كده هو حابب يعتذر له وينقله لعالم تاني، كمان هيحقق له اي امنيه هو عاوزها كتعبيرا يعني عن اعتذاره. هيراكو بقى كان عنده امنيه واحده طول حياته، وهو انه يعيش مزارع بعيد عن الدوشه ويكون اسرته الخاصه بيه، وعلشان كده العجوز بيقرر منح هيراكو اداه الزراعه الاسطوريه واللي هتساعده في كل حاجه هو عاوزها. بعدها الواد بيفتح عينه بيلاقي نفسه موجود في غابه على الارض، على طول بيفرح بقى ان اخيرا بقى عنده جسم صحي، والواد مش مصدق نفسه، بيطلع كده اداه الزراعه الاسطوريه اللي العجوز عطاها له علشان يشوف هي بتعمل ايه. الواد بقى بينبهر منها لانها بتتحول لاي شكل في دماغه، وكمان طول ما هو ماسكها ما بيتعبش. ده ايه الحلاوه ديت؟ على طول بقى بيدور على مكان يستقر فيه جوه الغابه، وبترسى عند الشجره العملاقه دي. ايوه مكان واسع وعلامه مميزه هتعرفه راسه من رجليه. بيوصل بقى عند الشجره فعلا وهو في قمه الانشكاح، وبما اننا عرفنا مكان الاقامه فلازم دلوقتي بقى ندور على طريقه نجيب بيها ميه. بيركز حواسه علشان يعرف مصدر الميه، ولكن كل الاصوات من حواليه اشجار، النهر بعيد جدا، وعلشان كده بيقرر يستخدم اداه الحفر ويجيب ميه. وبما انه بقى ما بيتعبش طول ما هو ماسك الاداه دي فبيفضل يحفر من غير كلل وملل لحد لما اخيرا بيلاقي الميه. الواد مش مصدق عينه وفرحان علشان اخيرا هيشرب، وبما انه خلاص امن الميه فهيراكو بيقرر ينظف باقي المكان علشان يوسع باقي المنطقه ويعرف يعيش فيها. بيخلص فعلا تنظيف، ولكن بيلاقي شجره كده في النص مضايقاه، وعن طريق الخبره بتاعته من العالم اللي فات بيقول انا لازم اديلها شويه يمين وشويه شمال، وبعدها وقعها. بيحاول فعلا اداه الزراعه بتاعته علشان يكسر الشجره، ولسه هينفذ وبوم كسر الشجره بضربه واحده. مش بس كده، لا، ده الاداه ديت بتخليه يقطع الخشب كانه جبنه، بيقشره كده وبيقطعها. صديقي بيجمع الالواح بقى وبيجهزها علشان يعمل لنفسه بيت، بس اليوم بيكون خلص والشمس قربت تغيب.